السلام عليكم. ازاي يا جماعة نربي فراخ في الجو اللي احنا فيه ده؟ بقالنا كام سنة كده، والصيف بقى عبارة عن موجات حر، موجة بتسلم موجة. درجة الحرارة بقى بتقعد بالخمس أيام والأسبوع 44 و45 درجة. طيب هل نبطل تربية فراخ في الصيف؟ بالتأكيد لأ. لأن في ناس كتير الدخل الرئيسي بتاعها من تربية الفراخ، زي مربين الفراخ مثلا اللي عندهم مزارع أو اللي شغالين في مزارع. وفي كتير من القرى ربات البيوت بيربوا الفراخ، ويعتبر الفراخ دي بالنسبة لها برضه مصدر دخل رئيسي، لأن هي بتربي بتاخد الاستهلاك اللي هي محتاجاه منها، والباقي بتبيعه، لأن هي ما عندهاش شغلانة تانية غير تربية الفراخ اللي تقدر تعملها. يبقى كده وصلنا إن إحنا لازم نتأقلم مع الجو ده. إزاي نربي فراخ في الحر ده، الدرجات العالية من الحرارة اللي إحنا شايفينها والموجات العالية ديت، وفي نفس الوقت نطلع في آخر الدورة إن شاء الله فراخ أوزانها كويسة جدا، ويكون صحة الفراخ تمام وما تموتش مني زي ما بيحصل وزي ما بنشوف اليومين دول. عشان نجاوب على السؤال ده يا جماعة، لازم نعرف إيه هي درجات الحرارة اللي الفراخ بتحتاجها مننا طول الدورة. يعني كل عمر معين للفراخ بتحتاج مننا درجة حرارة معينة. الجدول اللي قدامنا ده هيبين معانا درجات الحرارة اللي الفراخ محتاجاها معانا من أول يوم لحد آخر يوم في الدورة إن شاء الله. هنلاقي إن من خلال الجدول، لو بصينا في الجدول كده، هنلاقي إن في الأسبوع الأول من عمر يوم لسبعة أيام درجة الحرارة اللي الفراخ محتاجاها 33 درجة. في الأسبوع الثاني من 8 أيام، من عمر 8 أيام لحد 14 يوم، هنلاقي إن الفراخ محتاجة معانا درجة 30 درجة إن شاء الله. في الأسبوع الثالث من 15 يوم ل 21 يوم، هنلاقي إن الفراخ بتحتاج معانا درجة حرارة 27. وفي الأسبوع الرابع من 22 ل 27، درجة الحرارة المفروض اللي احنا نوفرها للفراخ هتبقى 24 درجة مئوية. طبعا الأسبوع بقى الأخير، الأسبوع الخامس، اللي هو من 28 يوم لحد ما هنذبح الفراخ إن شاء الله على 35 يوم ولا كده، المفروض إن احنا نوفر درجة حرارة الفراخ تبقى عاملة معانا 22 درجة مئوية. تمام. لو بصينا للجدول اللي احنا قلنا عليه ده، هنلاقي ان احنا تقريبا كل اسبوع بننزل 3 درجات في درجات الحرارة اللي المفروض ان احنا نوفرها للفراخ. كل اسبوع بننزل درجة الحرارة 3 درجات. تمام. بحيث ان احنا لما نوصل للعمر الكبير اللي هو عمر 28 يوم لحد 35 يوم او 33 يوم، وقت ما هنبيع ان شاء الله، المفروض ان درجة الحرارة اللي نوفرها للفراخ تبقى 22 درجة مئوية. طب هل درجات الحرارة اللي موجودة حاليا أو اللي احنا بنعيشها حاليا في الحر ده، هل درجات الحرارة دي مناسبة لتربية الفراخ في العمر الكبير؟ بالتأكيد لا. ده درجة الحرارة بتوصل معانا ل 45 درجة، يعني أعلى من اللي أنا محتاجها للفرخ ب 20 درجة على الأقل. أنا محتاجها 22 وهي بتوصل معايا ل 45. وده السبب الرئيسي لموت الفراخ، وانعدام الوزن. زي ما احنا بنشوف الناس كلها بتشتكي ان احنا الفراخ عندنا مش شايله معانا وزن في العمر ده بسبب حراره الجو، وكمان بتموت. يعني مش بس بتشيلش معانا وزن، ده بتموت كمان. طيب ايه السبب اللي بيخلي الفراخ ما تتأقلمش ولا تمشي مع الحرارة العالية دي؟ يعني درجة الحرارة 45 وانا عاوز اوفر لها 22، لان هي بتمشي على ال 22. طب ليه الفراخ ما تعيش او ما تستحملش درجات الحرارة العالية اللي هي الاربعينات والكلام ده؟ عشان نفهم الحتة ديت نضرب مثال كده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعمل له نظام زي الأنظمة الكتير اللي في جسمه، اللي هو نظام خروج العرق من الجسم. انت عندك قنوات عرقية وعندك مسام، المسام اللي في الجلد دي بتخرج العرق، بتخرج السموم اللي في الجسم، وبتخرج السخونية والحرارة الزيادة بتاعت جسمك بره الجسم على شكل عرق. تمام كده؟ طيب هل الفراخ موجود عندها مسام؟ لا طبعا، الفراخ ما عندهاش مسام. لو جينا نبص على جلد الفراخ، مفيش مسام في جلد الفراخ تخرج العرق ده بره، تخرج الحرارة دي بره. ومفيش قنوات عرق تخرج العرق ده بره. فكده السخونية الزيادة أو حرارة الجو الزيادة بتخزن جوه جسم الفرخ، فتيجي تمسك الفرخة تلاقي الفرخة عندك نار مولعة. حط ايدك كده تحت جناح الفراخ هتلاقي ان الفراخ عندك مولعة، جسمها نار زيادة عن اللزوم. طيب ده بيعمل ايه؟ الحرارة العالية الزيادة عن اللزوم اللي بتخزن جوه جسم الفرخ دي توصلك لايه؟ يحصل معاك حاجة اسمها احتباس حراري. ايه هو الاحتباس الحراري؟ زي ما قلنا، الاحتباس الحراري ده هو حرارة عالية جدا خزنت جوه جسم الفرخ. الفرخ جسمه سخن بزيادة، مش قادر ان هو يتخلص من الحرارة دي، لانه مش زيك انت كبني ادم مش بيخرج الحرارة دي على شكل عرق.
فالحراره دي بتاثر على الفرخ، بتبوظ الاجهزه بتاعته من جوه. تلاقي الكبد باظ، الكلى باظت، المصران تلاقيه متبهدل وحصل فيه التهابات. وبعد كده تلاقي الفرخ ينزل منك ميت، وش الفرخ ودماغ الفرخ زرقاء زياده عن اللزوم. بالفلاحي كده بنقول ان الدم ضرب في دماغه. الحراره العاليه خلت حصل فوران في الدم يوصل لدماغ الفرخ عندك، تلاقي الفرخ نزل ميت على طول. يبقى الاحتباس الحراري ده هو السبب الرئيسي اللي بيعمل عندي نافق، وهو برضه اللي بيخلي الفراخ ما تجيبش معاك اوزان. طيب ده بيحصل ليه؟ بسبب درجات الحراره العاليه. طيب احنا نتعامل مع الفراخ ازاي؟ نبطل تربيه؟ لا، قلنا مش هنبطل تربيه، هنشتغل وهنربي ان شاء الله. طيب نتعامل مع الفراخ ازاي في الحر عشان الفراخ تمشي معايا تمام وتديني اوزان كويسه وما يحصلش عندي نافق ان شاء الله؟ اول حاجه لازم اي حد بيربي فراخ يبقى فاهم ان كل وقت وله نظام في التربيه، كل وقت وله اذان زي ما بيقول. مش معقول ان انا هربي الفراخ في عز الحر في الصيف زي ما كنت بربيها في الشتاء، ما اروحش اجيب فراخ واولع عليها لمبه حمراء. وده بيحصل فعلا، في ناس لحد النهارده بتيجي تقول لنا احنا مولعين لمبه حمراء على الفراخ ومدفيين الفراخ والكلام ده. طبعا ده ما يحصلش، ما ينفعش يا جماعه. فاحنا بنمشي في الصيف حسب الجو اللي موجود عندي في الصيف، وبمشي في الشتاء حسب جو الشتاء. في الصيف درجة الحرارة عالية، فأنا بعمل إيه؟ أول حاجة يبقى رقم واحد عندي عشان أقدر أظبط تربية الفراخ في الحر، أهيئ المكان وأوفر الجو المناسب للفراخ. الفرشة بتاعتي بيبقى ارتفاعها 5 سنتي، ويستحسن تكون نشارة، لأن النشارة بتشرب الرطوبة وبتشرب العرق وبتتخلص منها كمان أسرع من التبن مثلا. التبن مثلا في ناس بتستخدمه لكن بيسخن المكان عندك بزيادة. هتلاقي ان درجة الحرارة اللي في المكان اللي بيربي تبن اعلى درجتين وثلاثة من الدرجة بتاعتك الطبيعية. تمام؟ يبقى اول حاجة الفرشة بتاعتي هيبقى ارتفاعها 5 سم. الحاجة التانية بستخدم لمبات بيضة، مفيش حاجة اسمها لمبات حمراء نهائي، بيضة للإضاءة تنور من الليل لليل، إلا لو كان المكان عندي ضلمة. لو المكان عندي ضلمة فأنا هضطر إن أنا أولع كمان بالنهار. تمام كده؟ لكن الطبيعي بتاعي إن أنا هستخدم اللمبات البيضة من الليل لليل للإضاءة فقط لا غير. حاجة تانية كمان في تجهيزات المكان بتاعتي التهويات. مفيش حاجة اسمها ان انا بقفل على الفراخ وبخاف من الجو والكلام ده. اذا كان درجات الحرارة عندك عاملة 44 و45 و40 38 اقل حاجة، فانت هتخاف من ايه؟ هتخاف من الجو الخارجي. فتح التهويات بتاعتك من اول يوم، من اول يوم الشباك بتاعك مفتوح على وسعه. ما تخافش على الفراخ خالص، هو على قد ما تقدر، حتى وهي لسه نازلة عمر يوم كتاكيت ما تخافش عليه. بفتح قبلي وبحري، ما خافش على الفراخ خالص. حتى بالليل برضه بهوي التهويات بتاعتي مفتوحه، بس لو حسيت ان في عندي شباك بيجيب هوا شديد بالليل ساقع شويه، وخصوصا الساعتين بتوع الفجريه، بلم الشباك ده شويه وخلاص على كده. لكن الطبيعي بتاعي ان التهويات عندي خلاص بقت مفتحه باذن الله. الحاجه التانيه يا جماعه تغيير ماء الشرب طول النهار. طول النهار انا هغير ميه الشرب بالمره والاتنين والتلاته. يعني ما احطش الميه اللي انا هحطها قدام الفراخ بتاعه الصبح ديت احطها من الصبح واسيبها طول النهار قدام الفراخ لحد اخر النهار. ده ما ينفعش، ما يرضيش ربنا. انت كده بتبهدل الفراخ بتاعتك. احنا قلنا ان الفراخ ما بتعرقش، ما بتخرجش الحراره دي بره. طب انا اهدي جسم الفرخ ازاي؟ يبقى انا لازم احط ميه بارده قدام الفراخ طول النهار. كل ما الميه تسخن بعد ساعتين 3 ساعات ادخل اغير الميه بميه بارده. وممكن احط شويه ميه من التلاجة، ميه ساقعه من التلاجة عادي في الايام الحر الزياده. ممكن لو الجو حر بزياده عن اللزوم احط قطعه تلج صغيره، بس ما كترش التلج عشان ما يجرحش صدر الفرخ، ما يحصلش عندك التهاب رئوي. احط قطعه تلج صغيره في الميه تهدي الميه شويه، مفيش اي مشكله. تمام؟ يبقى انا الميه بتاعتي بغيرها طول النهار. طيب الحاجه التالتة كمان ان شاء الله عشان الفراخ تفضل ماشيه معايا تمام في الحر، ان انا برفع العلف من قدام الفراخ اول ما الفراخ بتاعتي تعدي عمر 15 يوم. اول ما الفراخ تعدي 15 يوم، ايا كان نوع الفراخ، ايا كان نوع الطير اللي انت بتربيه، فراخ بلدي، فراخ ساسو، فراخ بيضه، او حتى لو بتربي بط، بعد عمر 15 يوم بنشيل العلف من قدام الطيور من قبل الظهر، من الساعه 12 لبعد العصر بساعه للساعه 5. يعني من الساعه 12 للساعه 5 في حدود 5 6 ساعات بعد عمر 15 يوم. وفي الأيام الحر الشديد، الموجات الحر الشديدة، هنشيل العلف من الساعة 10، من الساعة 9، مفيش أي مشكلة لحد آخر النهار. تمام؟ ما نقولش لا ده احنا كده بنبهدل الفراخ بالتجويع. لابد من التجويع. انت لو مكانك مكيف، يعني في مزارع مكيفة،
في مزارع اصلا مظبطه الدنيا، عندها خلايا تبريد، عندها تكييفات، عندها مراوح شغاله. فمعلش المزرعه اللي زي دي اللي اصلا مجهزه تجهيز كامل ملهاش دعوه بالجو الخارجي، ده ياكل بالليل وبالنهار يعمل اللي هو عاوزه، ما عندناش اي مشكله. لكن احنا بنتكلم في التربيه المفتوحه، سواء كانت مزارع بتعتمد في تهويتها على الجو الخارجي، او الناس اللي بتربي في البيوت. فانت هترفع العلف من عمر 15 يوم من قبل الظهر لبعد العصر باذن الله. الحاجه الرابعه اللي هنتكلم عليها العلاجات، اللي احنا بنقول لك دايما حط علاجات الوقائيه اللي بنتكلم عليها اللي ممكن يديها لك اي بيطري جنبك. حط العلاجات دي بالليل، حتى لو البيطري قال لك بالنهار قول له لو سمحت ظبط لي الجرعات بتاعتي تبقى بالليل، ما تحطش علاج بالنهار. انا لسه بقول لك انا محتاج ان انا اغير الميه من قدام الفراخ طول النهار عشان اوفر ميه بارده، والميه البارده دي تهدي لي جسم الطير شويه. فازاي بقى انا هغير الميه بتاعته طول النهار وانا هروح احط فيها علاج؟ دي كده هتبقى تعب ومشكله بالنسبه لي. الحاجه التانيه كمان ان العلاجات معظمها بيبقى مضادات حيوي، فالمضادات الحيوي دي بتهبط معايا الفراخ شويه. حتى لو مش مضاد حيوي، اي علاج بيغير طعم الميه، فهتلاقي ان سحب الفرخ في الميه قل، ودي مشكله بالنسبه لي. انا عاوز الفرخ يسحب في الميه لان الميه دي هي اللي هتهدي جسمه معايا. تمام. فاي علاج هناخده للفراخ هيبقى بالليل ان شاء الله. خلي طول النهار دي ميه عاديه خالص، ميه بيضة عاديه، مفيش علاجات ولا حاجه، ونغير الميه اول باول. الحاجه الخامسه والاخيره، الخلطات اللي احنا بنعملها يا جماعه عملناها في القناه بتاعتنا في الفيديوهات اللي فاتت، وانا هسيب لكم في الوصف فيديوهات عن الخلطات اللي عملناها دي. الخلطات دي يا جماعه مهمه جدا جدا، طول الصيف لازم نعمل الخلطات اللي بتفوق معايا الفراخ في الحر. ممكن اعمل عصاير زي عصير ليمون مثلا، عصير برتقال اللي موجود عندك. تمام. خلطه العسل مع الخميره، الحاجات اللي هي بتهدي جسم الفرخ في الحر ده اعملها طول النهار، ما عنديش اي مشكله. تمام. في حاجه كمان برضو زياده ممكن نجيبها من البيطار، اللي هي فيتامين ج او فيتامين سي، بتجيبها وتحطها للفرخ طول النهار، بتخلي الفرخ ماشي معاك تمام، ما عندكش اي مشكله. فانت لو عملت خلطات من البيت، خلطات منزليه، بتبقى حلوه وهتمشي معانا تمام ان شاء الله، كويسه جدا، زي عصير الليمون وزي البرتقال زي ما قلنا. خلطه الخميره مع العسل، الحاجات دي كلها بتهدي جسم الفرخ معاك. الزبادي كمان، انت ممكن تجيب زباديايه وتفضيها على سائل 4 لتر، تقعد طول النهار قدام الفراخ، تلاقي الفراخ ماشيه معانا تمام، ما عندناش اي مشكله ان شاء الله. او بنجيب فيتامين ج من البيطري بيظبط معانا. في روافع مناعه كتير جدا، وفي حاجات بتهدي جسم الفرخ موجوده عند البياطره برضه، ممكن تروح لاي بيطري هيديها لك، وهتلاقي ان الفرخ ماشي معاك تمام باذن الله. لو مشينا يا جماعه على الحاجات اللي احنا قلناها دي، وكلها حاجات سهله وكلها حاجات بسيطه ومفيش فيها تعب ولا الكلام ده، ان انت هتغير الميه مرتين ثلاثه بالنهار عشان تبقى الميه دايما بارده قدام الفراخ. هترفع العلف طول النهار، يعني من قبل الظهر بعد العصر هنشيل العلف من قدام الفراخ. هنعمل خلطات بتتحط، الخلطات دي بتهدي جسم الفرخ شويه وبترفع مناعته. طبعا تظبيط الجو زي ما قلنا، ارتفاع النشاره بيبقى 5 سم، التهويات تبقى لو ساعه لمبه بيضاء. هتلاقي ان الحاجات دي كلها حاجات بسيطه وكمان موفره ليك. انت لو رحت النهارده جبت لمبه حمراء عشان تستقبل عليها الفراخ، اللمبه الحمراء دي بتكلفك كهرباء وهتبهدل لك الفراخ وهتتعب صدرها، وهتلاقي عندك نافق حتى في العمر الصغير. فالحاجات اللي احنا قلناها دي كلها حاجات بسيطه وموفره كمان، لو عملناها هنلاقي ان الفراخ باذن الله على نهايه الدوره هترمي معانا اعلى اوزان. صحه الفراخ هتبقى كويسه، هتستحمل تغيرات الجو، موجات الحراره العاليه دي كلها، هتلاقي انت الفراخ عندك ماشيه ومستحمله ومفيش اي مشكله باذن الله. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.